إيه أعرف والله. تنتظرون رد هنودتكم على وعد. إيه الحين كثير منكم باينين. أيوة الحين هنودة تجلدها، تدعس عليها، بتوريها شغلها. لأنه زي ما انتم شايفين على منصة إكس كتبت البنت هذه التعليق اللي شفتوه، وبعدها الكل دخل في النيات، والكل أساء الظن، والكل انتقد، الكل جلد بلا رحمة وبلا هوادة. طيب إيش رأيك يا هنودة؟ الموضوع يخصني، شيء قالته عني. من اللي المفروض يرد؟ أنا. من اللي ما له شغل؟ البقية، الكل بلا استثناء. بالنسبة لوعد أكيد إنك تسمعيني وبتشوفين هذه السنابات. أنا مصدقتك والله العظيم، وقلبي دليلي إني مصدقتك. يعني قمة الإنسانية والطيبة إنه شخص يقف بين يدي الله في أطهر بقعة على الأرض، الحرم المكي، وأمام الكعبة المشرفة، وبينك وبين مسافات. هو في البقعة الجغرافية المقابلة من الكرة الأرضية، أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب من الكرة الأرضية، بيننا مسافات وبحور وأراضي، لدرجة إنه نهارنا عندكم ليل وليلكم عندنا نهار. يعني شخص out of nowhere يتذكر كذا. وهي قالت إني جيت على بالها كذا بدون أي مقدمات، لا كانت تفكر فيني ولا أنا على بالها ولا على خاطرها. وفجأة كذا تذكرتني. الله ألهمها فيني عشان تدعي لي. وبعدين لما تقولون هي تتهم هند بالضياع، So this is هي قالت تقول أحس إنه فيها شيء، ما راح أقول إنه ضياع. هي قالت ما مو أحس إنها، مو أقول إنها ضايعة، لا هي ما قصدها كذا. يعني هي كأنها تبغى تقول أحس إن في هند شيء وشو ما أعرف. وأنا أقول لكم حاجة، ترى إحساسها في محله، ترى إحساسها في محله. الوقت اللي هي دعت لي فيه أنا كنت قبلها أمر If our booty mask بظروف يعني شخصية كانت مزعجتني ومسببت لي حزن، يعني حتى أنا ما عرفت نفسي في هذيك الفترة. أنتوا شايفين كيف أنا صايرة مقلة في السنابات، ما عاد أصور كثير، بس الحمد لله أبشركم إنها So this is فرجت. أبشركم إنها فرجت. يعني ترى الموضوع ما يتعلق بالأمور المادية، لا والله، ولا بأولادي وصحتهم ودراستهم، الحمد لله، بس أمور ثانية. يعني شو أنا والله شوية أبكي صدق. يعني شوفوا، أنا جيت في بالها وهي أمام الكعبة المشرفة، وهي ما كانت تفكر فيني، ودعت لي كأن الله أرسل لها ملائكته يذكرونها فيني وتدعي لي أمام الكعبة المشرفة. شكرا وعد، الله يجزاكي خير، شكرا، أحبك وما عليك من الكلام القاسي. أنا مصدقتك، أنا فعلا مصدقتك، وأبشرك إنها فرجت، وأبشرك أن القادم أجمل.
القادم أجمل.